السلام عليكم. اليوم جبت لكم وصفة بريوش راح تعجبكم بزاف، خاصة رمضان ان شاء الله. بريوش خفيف طري وبنين بزاف وناجح 100% بإذن الله. كيما تشوفوا النتيجة قدامكم ما شاء الله، طالع منفوش طري من الداخل ولونه يفتح النفس، والريحة البيت كامل معمر بريحته يشهي بزاف. نبداو بالمقادير: 250 ملل حليب دافي، نزيد له ربع كاس زيت يعني حوالي 75 غرام، فانيليا، شوية زيت الليمون، قشر الليمون محكوك يعطي نكهة رائعة، 40 ملل زيت. نخلط كامل بالمضرب اليدوي يعني الفوي حتى يمتزجوا المكونات مليح. بعدها نضيف ملعقة كبيرة ممسوحة خميرة الخبز أو ملعقة صغيرة معمرة مليح، والملح حسب الذوق، أنا درت نص ملعقة صغيرة. نزيد حبة بيض ونخلط مليح بالفوي. ومن بعد نبدا نلم بالفرينة تدريجيا، ما نضيفهاش كامل مرة واحدة. نزيد عليها حوالي 5 غرام خميرة كيميائية. نخلط بالفوي حتى يبدا الخليط يتماسك، ومن بعد نكمل باليد. هنا نقطة مهمة بزاف، العجينة لازم تتلاصق في يدك، ما تكونش ناشفة. هذا هو السر باش ينجح البريوش ويطلع خفيف ومنفوش. ركزولي على هذه النقطة من فضلكم. لما تستلم العجينة نخرجها لسطح العمل وندلكها شوية باليد. ومن بعد نضيف ملعقة صغيرة مارغرين طرية يعني في درجة حرارة المطبخ، ونرجع ندلك. نعاون نفسي بشوية زيت في يدي باش ما تتلاصقش بزاف. نغطيها ونخليها تخمر على الأقل 30 دقيقة حتى 40 دقيقة حتى تطلع كما تشوفوا في الفيديو. بعد ما تخمر نهبط الخمور باليد بهذه الطريقة حوالي 5 دقائق، ما نكثرش. نغطيها مرة أخرى ونخليها تخمر للمرة الثانية. هنا نخليها أكثر على المرة الأولى، على الأقل 45 دقيقة. بعد التخميرة الثانية نخرج العجينة لسطح العمل، وهنا تبان نجحت، تكون طرية ومرنة. نعاون نفسي دايما بشوية زيت. نقص العجينة ل6 قطع، خرجوا لي 6 حبات مليحة، حجمهم مناسب. هنا نبدأ نشكلهم كويرات كما تشوفوا. وريت لكم كامل الحبات باش يكون الفيديو أوضح، وتقدروا تضاعفوا الكمية حسب الحاجة.
نغطيهم طرشون ونخليهم يخمروا حوالي 15 دقيقة. بعد ما يطلعوا هنا تزيين اختياري، انا دهنتهم بصفار البيض برفق باش ما نكسرش الخمور. وزدت لوز الشرائح يعطي المنظر ونكهة بنينة. كما تقدروا تزينوها بالجنجلان او كما تحبوا. ندخلهم للفرن مسخن مسبقا حتى يطيبوا ويتحمروا مليح. وها هي النتيجة، ما شاء الله، بريوش خفيف طري يفتح النفس وبنين بزاف. صدقوني اذا طبقتوا الطريقة 100% راح تنجح معاكم باذن الله. احتفظوا بهذه الطريقة، راح تحتاجوها بزاف في رمضان ان شاء الله. جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات، نحب نعرف تجاربكم. ما تبخلوش عليا بلايك وسبسكرايب باش يوصلكم كل جديد. نشوفكم في فيديو جديد. سلام.